بص يا باشا، انت عايز خزنه بتدور عليها حاجه كده محترمه مصنعها مصري، تمام، ووزن تقيل، والكوالين بتاعتها كمان ايه؟ ديجيتال، تمام. انت عندك الخزنه دي المقاس بتاعها 73 تمام في الطول، العرض بتاعها 50 والعمق بتاعها 50. طيب الخزنه دي على كام كالون يا باشا؟ 3 كالون. عندك هي ديجيتال وعندك طوارئ وعندك مفتاح ايه؟ عالي، كالون عالي. طيب يا باشا الخزنه من جوه كم لسان جوه بقى كده؟ عندك 3 لسان يا باشا، واللسان ده ما شاء الله يعني حاجه محمله. وغير كده يا باشا الخزنه، اللسان ده بيخش جوه الخزنه تمام عشان يعشق، عشان ما تقدرش ان انت ايه تفتحها، حاجه تحافظ على فلوسك وتحافظ على اللي جواها، لان انت بتشتري خزنه فيها درج ورف من جوه طبعا. فيها بقى عندك درج ورف، المساحه من جوه 60 سم دي تشيل معاك ما شاء الله حاجه محمله. تنفع شركات، تنفع شركات وتنفع مكاتب وتشتغل، وكمان شركات الصرافه بتاخد منها. غير ان احنا طبعا رقم واحد في مصر في صناعه المنه. انتوا بقالكم قد ايه في المجال ده؟ احنا بقالنا 80 سنه في المجال. اللهم صل على النبي. فيعني الحاج الكبير الحاج يوسف الله يرحمه كان من عتاوله الصناعه في مصر يعني، وواخدين شهاده كمان من وزاره الصناعه نفسها، تمام، ان احنا يعني واخدين شهاده ايزو من وزاره الصناعه في الخزنه دي، انها تبص عليها كويس، هتشبع عليها. الخزنه دي بتلاقيها فين؟ اول مقاس الثاني الصغير بتاعها بتلاقيها في وزاره الداخليه، تمام، في البريد المصري، بتلاقيها في اماكن معتمده، لان احنا مش هيعتمد علينا وزاره الداخليه ووزاره يعني البنك المركزي برضك والبنك مصر بياخدوا الخزن دي، احنا معتمدين معاهم عشان هم عارفين الجوده بتاعتنا ايه، وعارفين الصناعه المصريه قد ايه هي متين. فانت لو بتدور على خزنه هنسيب لك المقاس ده.